كل ما بتكلم عن الأنوثة بتفتكروا إن أقصد الميك اب واللبس الأنيق والبنت في هاتنة الجمال، وده فعلا جانب من جوانب الأنوثة. لكن الأنوثة اللي أنا أقصدها أعمق وأكبر من الماديات دي بكتير. أنا أقصد الأنوثة الداخلية، ودي بتغلب الجمال الخارجي. في 3 أنواع من البنات، كل واحدة فيهم عندها أنوثة بس بنسب مختلفة. أول نوع البنت العقلانية، دي بقى بتميل ناحية العقل والشغل والاستقلال المادي، وبتقارن بينها وبين الراجل دايما، وتحاول انها تساوي نفسها بيه، وبتهمل الجانب العاطفي ولا بتهتم بجسمها ولا بجمالها الخارجي. النوع التاني هي البنت العاطفية، دي بقى بتكون عاطفية جدا، وبتحس ان هي الضحية دايما، وبتتعلق بالراجل وبتخليه محور حياتها. بتهتم بجمالها الخارجي وبجسمها، وبتهمل عقلها وطموحها واهدافها. النوع التالت ودي بقى البنت المتزنة، دي بتوازن بين الجمال والحب والعقل والعاطفة. دي اللي المفروض نكون زيها، واللي هتكون محور حديث الفيديوهات الجاية. الأنوثة مش لسن الشباب بس، ولا للبنات الجميلة والأنيقة. الأنوثة حق الكل اللي تحمل مسمى أنثى، وكل بنت أو ست تقدر تكون في كامل أنوثتها. وتعريفي للأنوثة هو كل تصرف مخالف للذكورة. الأنثى هي اللي بتختلف عن الراجل، وتكون عكسه في كل شيء، في مشيتها، في صوتها، في طريقة كلامها، في لغة جسدها وطريقة لبسها وطريقة أكلها وكل تصرفاتها. الأنوثة أخلاق وأدب، الأنوثة رقة ورقي، الأنوثة حياء وخجل. مفيش حد هيبص على بنت جميلة من غير أخلاق، ولا حد هيفضل بنت تكون صليطة اللسان. الكل بيقرف من البنت الجريئة مع الرجالة مهما كانت جميلة. أكيد المظهر ليه دور كبير جدا، بس ده في لحظات اللقاء الأولى، لكن النصيب الأوفر للتصرفات. وبسرعة هيروح الانبهار بالشكل، وهيبدأ يركز على الأنثى اللي كلها حيوية وأنوثة حقيقية فعلا. وكده يبقى الأنثى إحساس داخلي وروح إيجابية وكلمات رقيقة ولغة جسد وأخلاق وتصرفات، مش شكل وبس. وهل كده احنا زينا زي الراجل؟ هل المفروض نساوي نفسنا بالراجل؟ فين الأنوثة لو احنا تساوينا ببعض؟ احنا نتساوى في حقوقنا الإنسانية، نتساوى في واجباتنا الدينية، في العقاب والثواب، في حاجتنا للجنس الآخر عشان نكمل بعض، لكن مختلفين في أدوارنا في الحياة. أول شرط عشان تكوني أنثى من جواكي إنك تحبي نفسك وتعشقي أنوثتك وكل تصرفات الأنوثة. وما تقارنيش بينك وبين مميزات الراجل، لأن مفيش وجه للمقارنة. الست بتكمل الراجل والراجل بيكمل الست. الراجل بيقدم جزء من الأمان والحماية للأنثى، بيوفر لها الماديات، والأنثى بتقدم الحب والحنان والعطاء. واخيرا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطولي قلوب كتير وتتابعوني عشان احس انكم متفاعلين معايا وبتسمعوني، واستنوا الفيديو الجاي.